يا أخي في حاجات بديهية، يعني زي كده 1+1=2. دي حاجة بديهية كلنا ما نقدرش نختلف عليها. الحاجات اللي احنا ما نقدرش نختلف عليها دي حاجات بديهية برضو ما بتحصلش غير من جماهير الأهلي والنادي الأهلي. وبرضو في حاجات بديهية ما بتحصلش غير من نادي الزمالك وإعلامه. ايه ده؟ فزورة دي ولا ايه؟ لا والله، لا فزورة ولا حاجة. تابعني بس انت كده لآخر الحلقة وانت تعرف كل حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، أهلا بيكم وحلقة جديدة وكابتن سيكو. حلقة النهاردة يا جماعة فيها موضوعين نار جدا، زي ما قلت لك كده حاجات بديهية. نفاذ تذاكر النادي الأهلي والهلال السوداني، 50,000 تذكرة تم نفاذهم. تمام؟ والموضوع بقى التاني في حلقتنا هو ايه؟ خروج مرتضى منصور من السجن. وايه يا باشا؟ وعودة بقى الضحك والقطايف واللطايف لقناة نادي الزمالك. قبل بقى ما نبدأ في حلقتنا النهاردة، ما تنساش لو ما اشتركتش في القناة انزل بقى بسرعة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش بقى احلى لايك، علشان اللايك ده بيدعمني جدا، وعايزين نوصل الحلقة دي ل10,000 مشاهدة و1000 لايك بإذن الله. وبقول لك ايه، ان شاء الله قادرين ونعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. صل كده على حبيبك النبي، وكل سنة وكلكم طيبين. أول موضوع في حلقتنا النهاردة زي ما بقول لك كده يا غالي، نفاذ تذاكر النادي الأهلي والهلال السوداني. امبارح شركة تذكرتي أعلنت إن تم فتح يعني الحجز لتذاكر ماتش المرتقب ما بين النادي الأهلي والهلال السوداني امبارح بالليل. ناس كتيرة، ويمكن يعني أنا واحد منهم، قال لك يعني لما نصحى الصبح إن شاء الله كده نبص يعني ونحجز ما فيهاش مشكلة. الناس كلها تاني يوم الصبح، يعني النهاردة الصبح بنبص هوب ما لقيناش أي حاجة. يا جماعة هي التذاكر راحت فين؟ قال لك ده 50,000 تذكرة هوب اتباعوا. يا نهار أبيض، 50,000 تذكرة اتباعوا في ساعتين الليل. الناس كده وهي بتتسحر لا مؤاخذة دخلت حجزت علشان ماتش الأهلي والهلال. تمام؟ هو ده اللي بقول لك عليه حاجة بديهية. دي حاجات ما بتحصلش غير من جماهير النادي الأهلي. تمام؟ تخيل بقى ان ال50,000 تذكرة دول خلصوا، وجماهير النادي الأهلي بتطالب كمان بإيه؟ لا ده احنا يا جماعة عايزين 40,000 تذكرة كمان علشان دول مش مقضيين. يعني يا جماعة هنعمل إيه؟ جماهير النادي الأهلي دي هنوديها فين؟ الناس دي كلها يا جماعه عايزه تروح تآزر النادي الاهلي قصاد مين؟ قصاد الهلال السوداني او قصاد ريال مدريد. يعني لا مؤاخذه، يعني ما هو اصل الهلال السوداني كان فاكر نفسه ريال مدريد. يعني الهلال السوداني لما قبل ماتش صن داونز وطلع المدرب وقال لك ايه؟ ده انا لو ما كسبتش صن داونز هروح اكسب النادي الاهلي في مصر واصعد للدور اللي بعده. تخيل يا اخي، سبحان الله ما تعرفش. على الرغم بقى ان انا دلوقتي واحد من الناس، يمكن جماهير النادي الاهلي كلها قاعده دلوقتي سامعه ركب الهلال السوداني بتخبط. يعني شوف ركب الهلال السوداني كده بتخبط من هناك من السودان، واحنا قاعدين في مصر هنا سامعينها. ده بيقول لك يا جماعه طب احنا عايزين 2500 تذكره. يعني عايزين 2500 يا باشا. هيعملوا لك ايه 2500 تذكره؟ هيعملوا لك ايه يا غالي 2500 تذكره؟ هيعملوا لك ايه؟ بقول لك 50,000. انت بتهزر ولا يا عم الحاج؟ وبعدين يا باشا كفايه عليك اقعد تقدر تتفرج يعني قدام التلفزيون وكده كده. يعني الزمالك، جماهير الزمالك وجماهير الاسماعيلي هتلبس التيشيرتات الزرقاء وتقعد تشجعكم. بس زي ما قلت لك في حلقه قبل كده، انسى الاستاد ده خالص. ده يا باشا على القهوه. وزي ما بقول لك انت كنت فارد نفسك وعامل لي فيها عنتر، جايب بقى لي ورا، جايب ليه ورا وعمال تقوق وتعيط وقالب الدنيا. بس عارف ليه؟ لانك انت اصلا كنت فاكر انك هتكسب صن داونز او تعمل قصاده نتيجه ايجابيه، فتيجي ماتش هنا الاهلي كده كده بقى الاهلي يبقى خرج وقال لك، وتبقى انت بالنسبه لك الموضوع ده عادي، وهوبا بقى انا صعدت على حساب النادي الاهلي والحمد لله خدت بطاري ماتش من ضمن 10,000 ماتش النادي الاهلي داس فيهم على وشي. هو ده حالك دلوقتي. بس سبحان الله لما لقيت نفسك في وش الاسد قاعد دلوقتي ايه؟ ركبك يا باشا بتخبط. من ساعة أطهر الطاهر ما ضيع ضربة الجزاء وهددته بالقتل علشان ضيعها. تخيل يا مؤمن، هددت الراجل بالقتل علشان ضيع ضربة الجزاء. تمام؟ علشان عارفين مصيركم هنا احنا مش هنعمل حاجة على فكرة، احنا جماهير محترمة جدا. مصيركم في الملعب. تمام؟ عشان ما حدش يفهم كلامنا غلط، مصيركم في الملعب. تمام؟ انا بقول لك انتوا لسان حالكم اصلا مش عايزين تيجوا. انتوا من كتر البروباجندا اللي انتوا عاملينها دي انتوا فعلا يا جماعه مش عايزين تيجوا. انتوا لسان حالكم تقولوا يا جماعه بقول لك ايه، احنا مش عايزين ماتش، طلعوا الاهلي، احنا مش عايزين نيجي.
ايه يا باشا؟ وبعتين لي وفد من هناك من الهلال قبل الماتش باسبوع، بعتين له يعمل ايه؟ بيتفقد الاحوال، يعني بيتفقد الاحوال. ايه يعني؟ ايه يا عم انت؟ ايه يا حبيبي؟ انتوا ناسيين ولا ايه؟ احنا ما بنعملش حاجه. انتوا ناسيين النادي الاهلي وقت فايلر لما نزلتوا الجيش الملعب من كتر ما جماهيركم عملت هناك المأساة مع النادي الاهلي؟ احنا باشا مش زيكم، احنا مش زيكم، احنا ناس بتشجع بأدب على فكره، تمام؟ انما انتوا اللي بتعملوا المشاكل، انتوا اللي بتعملوا المشاكل ومصدرين الاعلام وكل شويه للكاف ونبه يا كاف الحقنا، عايزين ننقل الماتش في ارض تانية، طب عايزين الماتش من غير جمهور، طب مش عارف ايه، طب والنبي، طب مش عايز اجي، طب والنبي يلعبوا فرقه تانية. ايه يا ابني؟ ايه يا حبيبي؟ اهدى كده وانشف، اهدى كده وانشف ان شاء الله اليوم السبت، وان شاء الله هنعمل معاك احلى واجب وهتاخد واجبك. بص، هلال ونجمه وهتتروق بعون الله، هتتروق. خلص اول موضوع في حلقتنا النهارده. اخدك بسرعه على الموضوع الثاني، وهو ايه يا معلم؟ خروج مرتضى منصور من السجن. خروج مرتضى منصور يا جماعه، خلاص بقى مرتضى منصور خارج من السجن، والمفروض ان هو هيباشر عمله من يوم الخميس في نادي الزمالك. طبعا لما هيرجع مرتضى منصور هترجع تفتح بقى قناه نادي الزمالك بدل بانوراما كوميدي، وترجع بقى ايه، تشوف بقى القطايف واللطايف بما اننا في رمضان، وترجع بقى تشوف ايه، تشوف بقى الجمال بقى اللي بيتقال. هتقعد بقى تضحك، هتقعد تضحك بدل ما تجيب كده مسلسل الكبير وتقعد تتفرج عليه، لا انت هتجيب بقى تاني قناه الزمالك وتقعد تضحك وتنبسط، وبص يعني هتكركر من الضحك. بس خليني اقول لك حاجه، هو اصلا مش احنا قلنا ان لو ان مرتضى منصور او اي حد خد حكم طبقا للقانون بتزال عضويته؟ امال في ايه؟ الاعلام طالع يصدر لنا ان مرتضى منصور راجع نادي الزمالك من يوم الخميس ليه؟ هو انتوا عايزين ايه؟ طب بقول لك ايه، هو انتوا هتعملوا ايه؟ يعني محدش فاهم. طب ده في مادة تانية في القانون بتقول ان اقل شيء، يعني اقل واجب يتعمل مع اللي اتحبس ده انه يتحرم من النشاط الرياضي 5 سنين. يطلع ناس تانية تقول لك لا، ده لو خد عقوبة رياضية، مش خد عقوبة جنائية، دي عقوبة رياضية. يا راجل يعني هو لو خد عقوبة جنائية عادي، يعني يخرج عادي ويمارس النشاط عادي خالص؟ ايه يا عم الكلام ده؟ بيني وبينك محدش لسه فاهم حاجة. هو في كلام بس بيقول ان وزير الشباب والرياضة بيدرس ازالة عضوية مرتضى منصور. طب هل الكلام ده صح؟ الله اعلم. طب هل هيحصل ايه يا جماعة؟ برضه الله اعلم. احنا برضه مش عايزين نخبط في الحلل، لان المواضيع دي انتوا عارفين بتبقى حساسة، بس زي ما بقول لك طبقا للقانون المفروض مرتضى منصور ما يرجعش نادي الزمالك. احنا المفروض ماشيين بالقانون، فطبقا للقانون المفروض مرتضى منصور ما يرجعش نادي الزمالك تاني. ايه بقى اللي هيحصل؟ خلينا بقى ايه نشوف. اهم حاجة انه لو ده حصل، ده يعني هيبقى في مصلحتنا احنا يعني كأهلاوية، علشان هنفتح تاني قناة الزمالك زي ما بقول لك، ومش هنتفرج على الكبير، تمام؟ وهنرجع ان شاء الله نتفرج على ايه؟ على قناة نادي الزمالك، علشان نضحك ونكركر ايه كلنا كده مع بعض. خلصت حلقة النهاردة، يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم، واشوفكم على خير حلقة جديدة. سلام.